متخيله بقى ان انت عليكي فول ميك اب، ما انت ميك اب ارتست خالص. ايه الرقه دي؟ البساطة في الجمال والجمال في البساطة يعني لا احنا عندنا يعني معتقدات ان انا عشان اكون شكلي حلو احط فول ميك اب. بس أنا مش ساحرة يعني ولا دكتورة تجميل ولا كده، أنا بعمل ميك اب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين بودكاست أصدق كدبة. أهلا بيكم في فقرة جديدة النهاردة، وهنتكلم عن أصدق كدبة وهي الميك اب. كتير من الرجالة اتصدموا، وكتير جدا من الرجالة واخدينها ترند إن الست لما بتحصل لها ميك اب وتمسح الميك اب تبقى حد تاني. فاحنا النهارده جايبين معانا ضيفة مميزة هتتكلم عن كل المشاكل اللي بتقابلها في حياتها بموضوع الميك اب، وازاي احنا نبقى أحلى من غير المكياج ولا لأ. كل ده مع ضيفتي الجميلة أسماء كامل. أهلا يا أسماء، نورتيني. بنورك. أنا كنت متخيلة بقى إن أنت عليكي فول ميك اب، ما أنت ميك اب ارتست خالص إيه الرقة دي؟ خالص. إزاي؟ هي الناس معتقداتها غلط جدا، يعني اللي هو كل ما تحطي فول ميك اب فانت كده تبني أحلى، تبني خالص. يعني البساطة في الجمال والجمال في البساطة، يعني أي حاجة بسيطة بتحليكي. بتحليكي طب أنت أي ماشية بمبدأ إن أنا عشان أنا ميك اب ارتست، أنا بشوف كتير قوي بيبقوا حاطين ميك اب عشان يبينوا شغلهم ففي وشهم. فأنا لا كنت متوقعة إن أنت جاية النهاردة هتبقي فول ميك اب، لقيتك لا سيمبل بشكل خيالي. لا طبعا، ما انا لو هحط فول ميك اب في شغلي يبقى انا هحط فول ميك اب كل ساعتين. هطلع من اوردر اروح اوردر، يعني هحط ميك اب كتير. فلا طبعا، يعني من البساطة هي يعني كل واحدة كده بيبقى عندها ملامح. يعني ربنا خلقنا كلنا جمال وحلوين وكده. ده أنت رقيقة ف... خالص، مفيش كده خالص. فيعني كل واحدة كده جميلة بشكلها، اللي هو احنا بس بنبرز الحاجات الجميلة لو في ديفوهات بسيطة بنداريها. احنا يعني مش بنعمل احنا لا حاجة. احنا عندنا يعني معتقدات ان انا عشان اكون شكلي حلو احط فول ميك اب، فاونديشن بقى غلط. وطبقات وحاجات ودنيا ورموش لا غلط لو انا جدا. ما عملتش كده ابقى انا مش حاطه ميك اب وابقى انا شكلي وحش. لا احنا ممكن احطلك كل حاجة، احطلك يعني كل الميك اب احطهولك، فاونديشن وكل حاجة واي شادو وكونسيلر وكل حاجة، بس في الاخر بتباني طبيعية جدا ورقيقه. ورقيقة. مش لازم احط كميات، لا هي مش كده، هي مش بتتحسب كده يعني. طيب دلوقتي لو جاتلك عروسه تمام. وجت قالت لك انا عايزه اعمل ميك اب، انت بتنصحيها بايه قبل ما تجيلك ان بشرتها تكون صافيه وبيور، او ايه المشاكل اللي بتقابلك لو حد جالك دايركت على طول من غير ما بيهتم ببشرته؟ هو اهم حاجة اولا عروسة، كلاينت عادية، اي حاجة، اهم حاجة في حياة كل بنت ترطيب بشرتها، الترطيب ثم الترطيب ثم الترطيب لحد كتير قوي. يعني اهم حاجة ترطيب البشرة. طول ما انتي مرطبة بشرتك الميك اب هيبقى شكله حلو جدا عليكي. كل حاجة هتبقى تمام، مش هيقابلني انا مشاكل. او عامة انتي في حياتك كلها مش هيقابلك مشاكل. انتي لو بتهتمي ببشرتك وترطيبها وكل ده، مش هتحتاجي تحطي ميك اب. واحدة واحدة هتحسي ان بشرتك ما بقت انا احلى. ما انا انا في فرح بقى، ما انا بقت محتاجه. احلى. يعني هتبدأي مثلا لو بتحطي 3-4 حاجات في وشك هتبدأي تحطي 3-2 كده، عشان يعني اهم حاجة البشرة. انت لو اهتميتي بيها مش تحتاجي ميك اب. بس العروسة بقى مثلا ما ينفعش تشيل الشعر بتاع وشها ده قبل الفرح مثلا بيوم، بيومين، لا ما ينفعش. ده كان زمان كان بيحصل كده على فكرة. كان زمان كان بقى بتخرج من الصبح بالليل في الكوافير بالظبط. بياخدها. بالظبط. ما احنا زمان برضو صح. ما كانش عندنا معلومات كفاية، ولا فاهمين قوي برضو. يعني احنا كل يعني لحد دلوقتي احنا بنتعلم. بعرف احط ميك اب وكل حاجة، بس بتعلم، لسه بتعلم. ده بيفرق معاكي في ايه؟ يعني نفترض ان انا معاكي واحدة عندها جفاف او عندها عندها جفاف مثلا ومش بشرتها فيها بتهتم حبوب. ببشرتها اه. وجايه تعمل ميك اب، هعمل لها ميك اب. اول ما هيتعمل هي هتبقى مبسوطه وهتبقى فرحانه وكل، وهيبقى شكل الميك اب كويس على وشها. شويه كل ما الميك اب يقعد على بشرتها كل ما المشاكل بقى هتظهر. ممكن بقى هيظهر خطوط في الوش،
ده قصدك على اليوم بتاع الفرح نفسه؟ طبعا. فانت بتبصي يعني اللي هو عشان تخليها طول الوقت شكلها حلو. بالظبط. ما هو الترتيب ده اهم حاجه. فانا الوقت جالي واحده بشرتها ضايعه، انا هحاول على قد ما اقدر ان انا هرطب لها بشرتها كويس جدا، بس انا مش ساحره يعني ولا دكتورة تجميل ولا كده، انا بعمل ميك اب. فانا الديفوهات اللي هتقابلني مش يعني طبعا مش هخفيها، لا هي هتقل لكن مش هخفيها. عجبتني كلمة مش ساحرة. يعني انا دلوقتي عندي تجاعيد، عندي خطوط، هل الميك اب ممكن يداريها؟ لا طبعا، لا نهائي. طبعا خالص. مفيش ميك اب ومفيش ميك اب ارتست تعرف تداري لك كل الحاجات دي او تقللها. هنقلل منها. اه لكن بقى الصور اللي بنشوفها على السوشيال ميديا والحاجات دي فلترز. ده بجد. طبعا مفيش واحدة هتبقى عندها تجاعيد وخطوط وكده وانا هخفيهم، لا مفيش الكلام ده. لا مفيش. طب ايه اللي بتخفيه يا اسماء؟ انا مثلا ممكن في عندك تصبغات في وشك، ممكن دي نخفيها. حبوب مثلا، الحبوب اللي هي الحمراء الكبيرة ممكن يبقى شكلها مستفز، بس انا هداريها بالميك اب. لكن لو حبوب تحت الجلد فدي مشكلة في البشرة. حبوب تحت الجلد دي اللي ايه، تبقى زي الفسافيس الصغيرة يعني؟ دي بتبقى مشكلة اصلا في بشرتك، فانت لازم تعالجيها. الميك اب مش هيداريها، الميك اب بالعكس هيبينها اكتر. هل العروسه المفروض ان هي تجيلك قبلها بوقت؟ لان انا زي ما بقول لك ان في اصحابي بيتصلوا مثلا بالميك اب ارتست، لا ده انا هجيلك قبلها، بحجز قبلها بشهر واقوم متفق على الميعاد من غير ما تشوف بشرتها ولا تشوف وشها ولا بتشوف اي حاجه. مش لازم على بقى. فكره، لا هي مش لازم تشوف بشرتها ولا اي حاجه، هو طبيعي كل واحد. طب ما هو لو انا مثلا عروسه عندي حبوب، تمام، فالمفروض ان انت بتنصحيني مثلا قبلها. ما هو مش المفروض ان انا اللي انصحك، المفروض انت لو عندك كل بنت اصلا عندها مشكله في بشرتها، عندها حبوب، فلازم طبعا تعالج ده لازم. واي عروسه طبعا بتعمل كده، يعني قبل فرحها بشهرين 3 بتبدا بقى تظبط جسمها، وشها، شعرها، يعني بتبدا تعمل. هي كل عروسه تبقى فاهمه طبعا ده. طيب دي مش حاجه انا بقولها يعني. لو حد جالك وقال لك انا عايز الميك اب اللي بالشكل ده، يكون نود، يكون مش عارفه ايه، عايز ايلاينر، عايز، ويقعد بقى يتخيلك وانت عارفه في الاخر انه شكله هيبقى وحش، ايوه تعملي ايه بقى لما بتقابلي حاله كده؟ كتير جدا طبعا. كل واحده يعني بتشوف ميك اب يعجبها تاخده سكرين شوت على طول وتيجي توريهولي على طول. فانا عايزه اعمل ميك اب زي ده. هو مفيش حاجه اسمها انا عايزه اعمل ميك اب زي ده. اولا انت جايبه لي صوره مثلا، دي شخص تاني وانت شخص، دي ملامح ودي ملامح، حاجات بتبقى مختلفه طبعا. بس بحاول على قدر الامكان ان انا ابقى يعني ارضيها باللي هي عاوزاه، او اعمل برضو يعني امشي على الحاجات اللي هي حباها واللي عاوزاها، بس طبعا بخبرتي انا. يعني اعرف بقى انا مثلا عايزه الالوان دي، فانا هعرف اوظف الالوان دي على بشرتها هتليق ازاي معاها. عاوزه الرسمه دي، فممكن نعمل حاجه قريبه منها بحيث ان هي برضو ما تبقاش متضايقه. ما هي مثلا سواء عروسه، واحده رايحه مناسبه، اي حاجه، فطبعا كلنا بنبقى حابين شكلنا حلو احسن حاجه وكده. فمش هزهقها يعني، اكيد انا عايزه اعمل لها برضو اللي هي عايزاه، عايزاها تبقى خارجه مبسوطه. فبعمل باللي هي عاوزاه، يعني بس بخبرتي انا. اللي هو انا بديكي نصيحه وفي نفس الوقت اخليكي مبسوطه. بالظبط. طيب. ودايما مش بحب يعني مثلا اقول لها انت متعوده تعملي ايه، انت متعوده تحطي ايه، بتحطي على طول، بتحبي لون روج ايه بتحطيه، ايه اللي انت متعوده تعمليه. فانا على قد ما بقدر بحاول ان انا اعمل لها حاجه مختلفه عن اللي هي بتحطه ومتعوده عليه عشان تظهر معايا مختلفه، بس في نفس الوقت بعمل لها اللي هي حباه برضو. يعني بوفق بين حاجتين هم بعاد عن بعض، بس انا الحمد لله يعني بعرف اعملها. طيب بما انا ما بعرفش احط ميك اب اصلا يعني، ولا بعرف اشتريه اساسا، فهتلاقي كتير قوي فئه من الناس اللي هم شبهي كده، ولا بتفهم ولا هي اخرها الصن بلوك والماسكارا واتكل على الله. طيب انا عايزه انصح الناس دي، لو انا حاجه اشتري فاونديشن، اتهفيت في عقلي يعني، قلت اروح اشتري فاونديشن، فانا كان زمان متخيله بقى ايه، لازم ابقى افتح، انت بتهرجوا ليه، انا هطلع ببشرتي كده ليه يعني، انا ابيض اكتر، المفروض ابقى يابانيه يعني. لا خالص. فانت رايك ايه في حاجه زي كده؟ المفروض اختاري الفاونديشن ازاي وتستو ازاي؟ المفروض تختاريه لون بشرتك بالظبط، مش افتح، ممكن اغمق
في ناس كتيرة أغمق؟ بتحب تبقى أغمق يعني سيكة كده. ففي يعني المفروض هو لون بشرتك. احنا هنعمل له تيست ازاي؟ هنحط يعني مش هنحط في ايدينا، بلاش ايدينا، الكل بيفتكر كده. لا ممكن انا اعرف اختاره من ايدي، لكن انت كواحدة عادية رايحة تشتري ميك اب هتجيبي الدرجة غلط. فاحنا هنحطه هنا كده، ما نحط بين كده ما بين الوش وندمج كده بالراحة، يعني ندمجه كده بالراحة. ونبص في المراية نشوف هو الفاونديشن كده هو في الحتة دي، فاحنا هنشوفه في الخد وهنشوفه في الرقبة. يعني ايه اشوفه في الخد دي؟ يعني ارفعه هنشوف فوق ولا الدرجة، الدرجة انا الدرجة حطيت هنا، المفروض تبقى واحدة. فالمفروض بقى هنا زي هنا زي هنا، ما اه ينفعش دي تبقى افتح. يعني هو الفاونديشن عشان يبقى كفر على الوش او يدي يخفي لون بشرتك بالظبط. انا عايزة اعمل تيست هنا في الفاونديشن، احطه وابص في المراية ما اشوفوش، انا شايفة لون البشرة بتاعتي. طيب دلوقتي احنا اتكلمنا على الفاونديشن وقلتي لازم تكون بشرتك تبقى نفس الدرجة وتستها في حتة معينة. تمام. طيب حد عنده سواد مثلا تحت عينيه وفكر ان هو يجيب كونسيلر، هل انا اعمل نفس القصة ان هو يبقى نفس لون بشرتي ولا يبقى افتح؟ لان انا بشوف ساعات لا خالص، فيديوهات تحط اورنج احمر. ايه اورنج الالوان ده كوريكتور. احنا يعني لو الهالات جامدة فبنحط كوريكتور اللي هو الاورنج ده، بنداريها شوية وبعدين نحط الكونسيلر. خلاص احنا اخترنا الفاونديشن وعرفنا هنختاره ازاي. الكونسيلر افتح درجة واحدة منه، درجة واحدة. مش معنى ان انا عندي هالات كتير فانا هجيب كونسيلر فاتح فهيداريها، هيديكي ده شبه الباندا. هيقلبها هيعملها جراي، حصلت مش هتبقى حلوة خالص. شبه الباندا بالظبط. فهي لازم برضو الكونسيلر ما يبقاش فاتح، ما يبقاش فاتح الا بقى لو انت هتعملي فول ميك اب. فول ميك اب بقى هنحط بقى ستيب باي ستيب بقى فاونديشن وكونسيلر ولوس باودر وباودر والحاجات دي. لكن انت نازله رايحه الجامعه، رايحه في اي حته فعايزه تحطي كونسيلر، فلا لازم تختاريه برضو يعني بدقه جدا، ما ينفعش يبقى فاتح. بعض الناس بتفتكر ان الميك اب ارتست دي شغلها سهل. انت بتعملي ايه يعني؟ انت بتحطي بس فاونديشن، بتحطي كذا 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 طبقات، ما كل الستات بتعمل. كتير قوي بيخلي ايه المهنه بتاعتك لها ايه يعني، ما انا بحط مكياج، انت هتحطي ايه زياده عني؟ فبيقللوا من مهنه الميك اب ارتست. انت ما رايك ايه هي في الناس هنا اللي عندها لا، ما هي هنا التفكير ده؟ الخبرة. يعني هي دلوقتي أنا واحدة مثلا عندي خبرة في شغلي، فأنا الخبرة دي هي دي اللي بتطلع. تكون دراسه كمان يا هي اسماء، يعني خبره ودراسه. موهبة، موهبه. هي موهبة طبعا. يعني انت تبقي حابة أصلا الموضوع. في ناس كتيرة بتاخد كورس وانا عايزة ابقى ميك اب ارتست ومش عارف ايه، بالظبط. بس مش واخدينها ان هي مش محترفة موهبة فيها. ولا كده، لا هم عايزين يعني يشتغلوها وخلاص. لكن هي لو انت ما عندكيش موهبة مش هتعرفي تدي حاجة فيها، وهيقابلك مشاكل كتير جدا. لازم يكون عندك هتتعلمي حس. هتتعلمي اللي هو يعني خطوات تعمليها، بس هيقابلك مشاكل في كل وش يعني هتشتغلي فيه. مش كلنا شبه بعض. مش كلنا شبه بعض. انا حافظه مش فاهمه، فتخيلي بقى. فطبعا ما فيش حاجه سهله. يعني اي واحده بتحط ميك اب في البيت في اي مناسبه وهي رايحه اي حاجه، غير طبعا لما تروح عند ميك اب ارتست حتى شكلها بيختلف. في التصوير لما تيجي تتصور الشكل بيختلف تماما لما هي تعمل او لما تروح عند ميك اب ارتست. طبعا في فرق كبير جدا. فطبعا لا، هي مش حاجه سهله، بل بالعكس. هي يعني المهنه كلها حب وموهبه وحد كده يعني. حد عنده حس فني علشان يعرف يحدد اللي في الوش ايه. بالظبط. اعرف اطلع من الوش ده شكل حلو. الجمال بتاعه. انت اللي جميله. انتي اجمل اتبسطت والله. بجد معاكي. انتي اجمل وانا وبجد كمان. يعني النهارده الحلقه كانت جميله جدا. والله شرفتيني انا ونورتيني. مبسوطه ان انا كنت وهاخدك معاك تاني لان اسئله إن شاء المكياج الله. ما بتخلص. ايوه واتمنى في ان حاجات اتعلم. انا ما كتير. هو عنديش في حاجات حس فن، كتير. انا متهيألي انا مش لا والله. اخري مسكره. لا بجد ما أنا هو مبسوطة انا منك. انا جايه لك اهو. انا برضو اخري ماسكارا حبيبتي. بلاشر حاجات جميلة. خفيفه. اتبسطت بيكي الجمال جدا. في البساطه والله. انت عسل. ميرسي قوي يا قمر. ميرسي يا حبيبتي. لكل المتابعين اتمنى النهارده تكون فقرتنا عجبتكم، وانتظروني الحلقه الجايه في اصدق كدبه مع ضيف جديد. باي باي.